نشرة أخبار الرياضة نقدمها لكم من قناة البلاد. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. عقد الناخب الوطني ميلوفان رايفاتش ندوة صحفية صبيحة السبت بقاعة المحاضرات التابعة لمركب محمد بوضياف، تطرق فيها للعديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب والتحديات المستقبلية التي تنتظر المحاربين، بداية من مباراة ليزوتو في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالغابون. قال الناخب الوطني بأن الفوز على منتخب ليزوتو يعد أهم نقطة يجب أن يركز عليها اللاعبون، في إشارة منه إلى عدم أهمية الأداء على حد قوله. هذا وأوضح رايفاتش بأنه استشار مساعديه قبل تحديد قائمة 23 لاعبا المعنيين بمباراة ليزوتو، منوها في الوقت ذاته إلى شغفه الكبير لبداية العمل مع المنتخب حتى يتسنى له تقديم توجيهاته الخاصة وأهدافه كذلك. C'est un premier match qui sera donc une prise de connaissance. Sigurno da će mnogo biti konkretni, da ćemo biti konkretni i da ćemo se bolje znati protiv utakmice sa prve utakmice kvalifikacije za Rusiju. Et c'est évident qu'on se connaîtra mieux déjà pour le premier match concernant les qualifications de la Coupe du Monde. Prve utakmice šta je dobro, šta nije dobro, pa ćemo to vidjeti da prenesemo protiv Kameruna. On va voir dans le premier match les points positifs, les points négatifs, et après il faudra se préparer pour le match du Cameroun par rapport à ça. Prilike koje smo dali za ovu utakmicu protiv Lesotho. Je me suis beaucoup consulté avec le staff qui a travaillé jusqu'à présent avec l'équipe nationale, puisqu'il n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec le groupe, donc il s'est appuyé sur cette collaboration avec le staff pour cette liste du Lesotho. وبشأن حراسة المرمى قطع رايفاتش دابر الشك باليقين، حيث أكد بأن الحارس رايس وهاب مبولحي سيبقى أساسيا من دون منازع، وذلك بالرغم من تواجده دون فريق لحد الساعة. برر السربي موقفه بالشخصية القوية والخبرة وكذلك للرزانة التي يتمتع بها هذا الحارس. Pričao sam sa trenerom golmana koji je u svakodnevnom kontaktu sa njim i koji je njegov trener. Donc on a discuté avec l'entraîneur des gardiens qui est tous les jours en contact avec le gardien numéro 1 de l'équipe d'Algérie. Sigurno se radi o jednom izvanrednom golmanu, o jednom izvanrednom karakteru. Il est clair que c'est un excellent gardien qui a aussi un très bon mental. Trenutno problem je što ne brani u klubu. Il est évident que le problème c'est qu'il ne. هذا وسيشرع منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة الناخب الوطني رايفاتش في تربص مغلق بمركز سيدي موسى هذا الاثنين وإلى غاية 6 سبتمبر الداخل تحسبا لمباراة ليزوتو. يأتي هذا التربص في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أفريقيا 2017 بالغابون. إلى أخبار محترفين، أين قالت صحيفة ماتش فوتبول البرتغالية بأن الدولي الجزائري إسلام سليماني وضع طلبا لاستخراج تأشيرة إنجلترا تحسبا لانتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في قادم الساعات. وحسب ما يدور في أروقة الصحافة فإن الدولي الجزائري سيلعب هذا الأحد مباراته الأولى بألوان سبورتينغ لشبونة أمام بورتو، قبل أن يكون على موعد مع الالتحاق بإنجلترا لأجل ترسيم صفقة انتقاله لإحدى الأندية هناك. ويبدو حتى الآن أن نادي ويست بروميتش ألبيون وإيفرتون هما الوجهة المحتملة لمهاجم شباب الوزداد الأسبق. في موضوع آخر، سيعقد المكتب الفيدرالي اجتماعه هذا الاثنين بمركز سيدي موسى برئاسة رئيس الفاف محمد روراوة، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة كل جديد للكرة الجزائرية وتقييم مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في أولمبياد ريو دي جانيرو. كما سيتم الحديث كذلك في هذا الاجتماع عن اللقاء المقبل الذي سيجمع الخضر بمنتخب ليزوتو في 4 سبتمبر المقبل في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكان 2017 بدولة الغابون. في أخبار البطولة الوطنية المحترفة الأولى، وفي الجولة الثانية من عمر الموسم الجديد، حقق فريق شبيبة القبائل أول فوز له في الدوري على حساب مضيفه نصر حسين داي بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة. سجل هدف الكناري لاعب بلال مباركي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.
في أخبارنا الدولية، وجه بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا رسالة شديدة اللهجة إلى جميع منافسيه بفوزه الكاسح على ضيفه فيردر بريمن ب6 أهداف نظيفة في افتتاح الدوري الألماني لكرة القدم. وبدأ بايرن حملته للقب 5 على التوالي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وأظهر أسلوبه الهجومي بشكل واضح عندما تحكم بمجريات اللقاء مسجلا 6 أهداف كاملة بعدما أهدر عددا كبيرا من الفرص كذلك. في الرياضات الميكانيكية، سيكون الألماني نيكو روزبيرغ سائق مرسيدس أول المنطلقين في سباق جائزة بلجيكا الكبرى المرحلة 13 لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 على حلبة سابا فرانكورشان، وذلك بتحقيقه أفضل زمن بالتجارب الرسمية. وقطع روزبيرغ أسرع لفة في زمن 1:46 ثانية، متقدما على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول الذي سينطلق من الخط الأول لأول مرة وعلى أرضه. وكان روزبيرغ وفيرشتابن قد تصدر أمس أولى جولتي التجارب الحرة. بهذا الخبر نأتي مشاهدينا لختام نشرة أخبار الرياضة لنهار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات قوموا بزيارة موقعنا على الإنترنت البلاد.net، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي عبر الموقع ذاته. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. تحياتي وتحيات طاقم الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.